هلو على أجدع ناس. بيبدأ فيلمنا مع أميرة شابة وجميلة اسمها رافينا، واللي بيكون عندها مراية سحرية بتساعدها تعرف أي حاجة حواليها سواء حصلت أو لسه هتحصل. وبتشوف في المراية إنها هتخسر مكانتها كأميرة وهتترمي في السجن لأن جوزها هيحب واحدة غيرها وهيتخلى عنها، فبتقرر تخلص عليه وتاخد حكم المملكة ليها لوحدها. المهم في يوم بتكون الأميرة قاعدة مع جوزها الإمبراطور وبيلعبوا شطرنج، ولكن فجأة بتخلص الأميرة رافينا على جوزها عن طريق سحرها الأسود، وفعلا بتنجح خطتها وبتستولى على حكم البلاد، وكمان بتبعت جيشها علشان تحتل البلاد التانية وتزيد من قوتها، وبكده هتبقى أقوى ملكة في العالم. وبيكون معاها أختها فيريا اللي بتساعدها على قراراتها وقيادة جيشها، وبيكون عندها قوة سحرية وهي التحكم في التلج. المهم في يوم بتتجوز فيريا واحد من عمال القصر، بس بتخفي الموضوع من ورا أختها الملكة رافينا لأنها بتكون خايفة جدا منها ومن شرها، وساعتها بتقدر رافينا تكشفها لما بتعرف إنها حامل في بنت، وبتقول لها إن جوزها خانها مع واحدة تانية وفي الآخر أصلا هيتخلى عنها وهيخلص على بنتها. ولكن فيريا ما بتصدقهاش وبتدافع عن جوزها، فبتقول لها رافينا إنها بتحاول تساعدها لأن الحب بيمنع الإنسان إن هو يكتشف الحقيقة اللي حواليه. وبتقعد شهور وبتخلف فيريا بنتها، وساعتها بيبعت لها جوزها جواب وبيقول لها فيه إنه قرر ياخدها ويعيشوا حياة هادية، فبتفرح فيريا جدا وبتبدأ تجهز علشان تمشي، لكنها بتلاحظ إن في نور خارج من البرج اللي فيه بنتها، ولما بتروح بتكتشف إن جوزها حرق غرفة البنت وموتها. وساعتها بتنهار فيريا من اللي هي شايفاه بعينها، وبتحول جوزها لتلج وبتخلص عليه. بس كل ده ما بيكونش كفاية في التعبير عن حزنها عن بنتها، ودلوقتي مش هتقدر تفضل مع أختها رافينا، فبتقرر فيريا إن هي تسافر للشمال علشان تعمل مملكة ليها وتبدأ حياتها من جديد. وبتبعت الجيش على البلاد الفقيرة وبتخطف كل الأطفال اللي فيها، وده علشان تصنع منهم محاربين أقوياء ويكون عندهم انتماء ليها وكأنها مامتهم. وبتكون الأميرة فيريا موفرة لهم الرعاية والاهتمام لدرجة إنها بتعيشهم أحسن ما كانوا عايشين بكتير قوي مع أهليهم الأصليين. ولكن بيكون عندها قانون واحد، والقانون ده إن هو ممنوع الحب أو الجواز في مملكتها، وبتزرع في قلوبهم الكراهية وبتقول لهم إن الحب ده مجرد كذبة صنعها الكذابين والضعفة، وإن الحب ممكن يدمر الإنسان ويضيع إرادة صاحبه. وبتكون الأميرة فيريا معقدة جدا من الحب بسبب جوزها واللي عمله، ومع الوقت بيكبر الأطفال دول وبيبقوا صيادين أقوياء نتيجة التدريبات والاهتمام اللي اديته لهم الملكة فيريا، لدرجة إنهم بيبقوا أقوى من جنود المملكة نفسهم، وده لأن فيريا اعتبرتهم كلهم أطفالها اللي بيعوضوها عن وفاة بنتها. المهم وقتها بيكون في طفلين مميزين اسمهم إيريك وسارة، واللي بيكونوا اتخطفوا من نفس القبيلة وبيحبوا بعض من وهم أطفال. وبتعدي السنين وبتكبر الأطفال مع الوقت لحد لما بيتحولوا لجيش قوي جدا من أقوى جيوش الصيادين اللي على الأرض. المهم في يوم بتيجي القافلة الجديدة اللي فيها أطفال مخطوفين من باقي البلاد الفقيرة، وبيكون الحراس بيتعاملوا معاهم بشكل عنيف وقاسي، ومع هذا إيريك اللي بيعاملهم بشكل لطيف، وده لأن هو كمان في يوم من الأيام كان زيهم. المهم وقتها بتبعت الملكة رافينا جيشها للشمال علشان تحارب جيش أختها فيريا وترجعها من تاني على مملكتها، وده علشان تقدر تسيطر عليها وتستغل قوتها. ولكن في كل مرة كانت بتنتصر فيريا على جيش أختها، وده بسبب التدريبات والرعاية اللي قدمتهم فيريا لجيشها. وفي يوم بيتجوز إيريك وسارة من ورا الملكة، وبيقرروا إن هم يهربوا من المملكة في أقرب وقت ممكن، وده علشان يعيشوا حياتهم في هدوء وفي سلام، لأن الجواز شيء مستحيل في المملكة. وبتسيب سارة مع إيريك سلسلة وبتقوله إنها رابط الحب الوحيد اللي ما بينهم، بس الملكة فيريا بتقدر إنها تكتشف خطتهم عن طريق إنها حاطت بومة تتجسس عليهم، وبتعمل لهم كمين قبل ما بيهربوا من المملكة، وبتفضح لعبتهم قدام كل الناس. ولكن بيحاول إيريك إنه يترجاها إنها تسيبهم، لكنها بترفض إلا لما يعدوا من اختبار المعركة الأول. وساعتها بتبعت عشرات من جنودها علشان يحاربوا إيريك وسارة، لكنهم بيقدروا يتغلبوا عليهم بقوة اتحادهم مع بعض. بس الملكة فيريا برضو بتكون رافضة الهزيمة، وساعتها بتبني ما بينهم حيطة كبيرة من التلج وبتفرقهم عن بعض. وساعتها بيشوف إيريك واحد من جنود المملكة وبيموت سارة قدام عينيه،
وبيحاول إيريك وقتها إنه يكسر حاجز التلج لكنه بيفشل، لحد لما بيجي واحد من الجنود وبيخلص على إيريك هو كمان، وبعدها بيرموه في النهر الجليدي. وبيكون في واحد صاحبه اسمه تل بيبقى حزين جدا على موته، لكن للأسف ما بيقدرش يكسر أوامر الملكة. بس بيتضح وقتها إن إيريك مثل إن هو مات، وده عشان يحاول يهرب من جنود الملكة. وبيختفي إيريك تماما عن أراضي المملكة. وبعد سنين بتكبر مملكة فيريا وبتتوسع في كل الأراضي، وعلى الجانب التاني بتموت أختها الكبيرة رافينا. ولما بتعرف فيريا باللي حصل بتبعت جنودها علشان ياخدوا المراية السحرية، وبتكون المراية دي ملعونة وفيها سحر أسود خطير. وبعد كده بيكون الجنود ماشيين في طريقهم بيخرج صوت غريب من المراية، وكأن روح الملكة رافينا محبوسة جواها. وساعتها بيقف الجنود علشان يكتشفوا مصدر الصوت، فبيكتشفوا إنها المراية وبيموتوا بعض بسببها. وبيظهر وقتها الصياد إيريك اللي بيكون عايش وحيد في الغابة وبيصطاد غزالة. وساعتها بيوقفوه مجموعة من جيش سنو وايت لأن ممنوع الصيد على أرضهم، بس بيقدر إيريك إنه يهزمهم بكل سهولة. وبياخد حصان منهم وبعدها بيكمل في طريقه وبيروح يزور قبر حبيبته سارة، وبيكون حزين جدا ومفتقدها، وبيبلغها انه لسه لابس السلسلة بتاعتها وانه ما قدرش ينساها طول السنين اللي فاتت. وفجأة بيجيله مجموعة كبيرة من جنود سنو وايت وبيكون فاكرهم جايين بسبب سرقته للحصان، بس بيتضح انهم جايين علشان يسألوا عن المراية السحرية اللي اختفت من القصر، وبيفتكروه ان هو اللي سرقها. بس إيريك بينكر وبيقولوا ان هو ما يعرفش عنها اي حاجة، فبيقولوا ان سنو وايت امرت بتدمير المراية دي لكنهم ما لحقوش يدمروها. وبيعرفوه كمان ان الشر اللي فيها مؤذي جدا وانهم لازم يمنعوه قبل ما يوصل لايد اختها فيريا، لان روحها محبوسة جواها وان من الممكن انها ترجع للحياة من تاني. فبيوافق إيريك ساعتها ان هو يساعدهم، بس فجأة بيخرج فاس وبينشن على بومة في الشجرة، وده لان البومة دي كانت بتتجسس عليهم. وبيبلغهم انهم لازم يتحركوا دلوقتي في اسرع وقت ممكن، لان فيريا عارفة دلوقتي ان هما بيدوروا على المراية. وبنروح بقى للملكة فيريا اللي بتكون قاعدة في قصرها وعارفة ان إيريك لسه عايش، فبيجي لها تالو وبيقول لها انها انتصرت على كل اراضي الشمال. فبتتهم فيريا بان هو كان عارف ان صديقه إيريك كان عايش، بس بيتفاجئ تالو بيقول لها انه رماه بايديه للنهر وانه كان متأكد انه هو ميت. فبتبلغوا ان هم لازم يلاقوا المراية في اقرب وقت ممكن، لانها لو لقيتها هتقدر تحكم الاراضي كلها مش الشمال وبس. وفي نفس الوقت إيريك ماشي في طريقه مع جيش سنو وايت ومجموعة من الاقزام، وده علشان يلاقوا المراية السحرية، لحد لما بيلاقوا آثار لحادثة عربية على الطريق. فبيتتبعوا الأثر ده لحد لما بيوصلوا لجنود فيريا وبيكتشفوا وقتها ان كلهم ميتين. فبيعرف إيريك ان موتهم كان بسبب المراية وان هي اللي خلتهم يخلصوا على بعض، وده لان موتهم كان بنفس أسلحتهم وسهامهم. بس وقتها إيريك بيلاحظ حاجة غريبة جدا، وهي ان في واحد منهم ميت بسهم غريب ولونه غريب. فبيستنتج إيريك ان اللي ضرب السهم ده هو اللي سرق المراية، وغالبا كده هو شخص واحد بس هو اللي عمل كده. فواحد من الأقزام بيقول له ان السهم ده غالي جدا وبيتصنع من منجم واحد بس، فبيطلب منه إيريك ان هو يوديه للمنجم ده. وبالفعل بيروح لهناك وبيسألهم عن صاحب السهم، بس صاحب المنجم ده اول ما بيعرف ان إيريك صياد بيجيب رجالته بسرعة علشان يخلصوا عليه. وساعتها بيدخل شخص غريب وهو بيكون مخبي وشه، فبيخلص عليهم في ثواني علشان يساعد إيريك انه يهرب. وبيتضح ان الشخص ده هو حبيبته سارة اللي كان مفكرها انها ماتت، بس قبل ما يقرب عليها ويفهم ايه اللي حصل بتضربه سارة بسهم فيه مخدر وبيفقد إيريك الوعي. ولما بيفوق بيلاقي نفسه متكتف وهو وشوية من الأقزام، وساعتها بيستغرب إيريك ان هي ازاي عايشة وما ماتتش، لكنها بتعرفه ان هي شافته بعينها وهو بيتخلى عنها لما سابها لجنود فيريا، لكنه بيقول لها ان شاف تالو وهو بيطعنها وبيخلص عليها. وبنعرف ان الملكة فيريا عملت جدار التلج بينهم علشان تخليهم يشوفوا صور عكس الواقع خالص، وبالتالي هيفقدوا الثقة وهيكرهوا بعض. ولكن سارة وقتها ما بقتش مصدقة إيريك، وبتعرفوا ان فيريا سكنتها ال7 سنين اللي فاتوا لحد لما قدرت تلاقي طريقة تهرب بيها علشان تدور على إيريك وتخلص عليه. بس إيريك وقتها بياخد منها السكينة على آخر لحظة وبيطلب منها انها تسيبه لحد لما يلاقي المراية السحرية ويدمرها، وبعدها تبقى تعمل اللي هي عايزاه. فبتوافق سارة لانها لسه بتحبه، لكنها برضو مش
مش قادرة تصدق فيه. بنروح بقى للملكة فيريا وهي موجودة في قصرها، وبتبدأ تفتكر موت بنتها، وبيدخل عليها واحد من الحراس وقتها ومع قناع، والقناع ده بيساعدها إنها تتجسس على جنود سنو وايت وإيريك. وبنرجع من تاني لإيريك، وبتكون سارة فكته من الخيوط، وبدأوا إنهم ما يسيبوا وراهم آثار، وبكده يكون جنود فيريا هيقدروا يلاقوهم بسرعة. لكنهم في طريقهم بيقعوا في فخ من أفخاخ الأقزام اللي على الطريق، وبتيجي واحدة من الأقزام واسمها فيكي، وبتطلب منهم يسلموا كل اللي معاهم. فبيقول لها إيريك إن هو معاه سهم مصنوع من الذهب، فبتستغرب فيكي وبتقول لهم إن السهم ده غالي قوي، وخاصة عند الغيلان، والغيلان دي كائنات قوية جدا. فبيقول لها إيريك إن هو هيخليها تاخد كل الذهب اللي مع الغيلان لو قدرت بس توصلهم لمكانهم. وبالفعل بتوافق فيكي إنها تساعدهم، ولما بيوصلوا بيلاقوا مجموعة من الغيلان ميتة على الأرض، والمراية موجودة معاهم. فبيطلب إيريك إن هم يستخبوا ومحدش منهم يبص للمراية، وهو بقى هيحاول يعدي من الجنب التاني علشان يغطيها مرة تانية. وفجأة بيظهر غول من ورا الشجر وبيهجم عليهم، وبيطلع الغول ده بيهاجم بس على الأجسام المتحركة، فبيثبتوا كلهم في مكانهم، والغول ما بيقدرش يحدد هويتهم. بس فجأة بتتحرك واحدة من الأقزام وبيهجم عليها الغول، فبيحاربوا إيريك لحد لما أصحابه بياخدوا المراية وبيهربوا بيها. وبينجح إيريك فعلا إن هو يتغلب على الغول. وساعتها بتلاحظ سارة إن إيريك لسه لابس السلسلة بتاعتها، فبتفهم إن هو لسه بيحبها. بس فجأة بتهجم عليهم مجموعة من الغيلان، فبيهربوا بسرعة من المكان لحد لما واحد منهم بيمسك سارة من رجليها، فبيقطع إيريك الحبل وبيخليها تهرب. وبعدها بيدمر الجسر اللي على الطريق علشان يمنعهم إنهم يعدوا، وبيدخل إيريك في صراع طويل جدا معاهم. وبعد كده بيبان غيلان كتير، فبتجيب سارة نار وبترميها على الغيلان وبتحرقهم، وبتفتكر إنها موتت إيريك بالغلط وبتنهار من العياط. بس بيظهر إيريك من الجنب التاني وبيطمنها إنه هو بخير. وبعدها بيروحوا يرتاحوا في الغابة شوية علشان يرجعوا تاني يوم لجيش سنو وايت ويسلموها المراية. ولكن على الفجر بيشيل الهواء الغطا اللي على المراية، وبيتأثر إيريك للأسف بسحر المراية، واللي بيطلب منه إنه هو يخلص على كل اللي معاه. بس وقتها بتصحى سارة من النوم، وبيفوق إيريك من السحر على آخر لحظة، وبيدي خنجر لسارة وبيقول لها إن هم خلاص كده لقوا المراية، ومن حقك دلوقتي تخلصي عليا زي ما كنت بتتمني. ولكن فجأة بيتحول كل المكان لتلج، وده معناه إن الملكة فيريا وصلت لمكانهم، فبيهجم عليهم جيشها وبيقبض على إيريك والأقزام. وبيتضح إن سارة أصلا ما هربتش من السجن، بس الملكة فيريا هي اللي حررتها علشان تروح تدور على إيريك بنفسها. وبتحاول الفيريا إنها تقنع إيريك إنه يرجع للمملكة من تاني، بس إيريك بيرفض عرضها، وساعتها بتقرر فيريا إنها تقتله، وبتطلب من سارة إنها تخلص عليه. فبتوافق سارة وبتضربه بالسهم، لكنها بتصيب السلسلة علشان ما تموتهوش. وبيفوق إيريك وبيكتشف إنها صوبت على السلسلة علشان تنقذه من شر فيريا، وبيتأكد إنها لسه بتحبه ومش مصدقة فيريا. بنروح بعد كده لفيريا وهي موجودة في قصرها وبتبص على المراية، وبتسمع صوت خارج منها وبيطلب إنها تقرأ الكلمات اللي مكتوبة على المراية. وبالفعل بتقرأها فيريا، بس فجأة بتطلع روح أختها رافينا وبتصحى من الموت، وبتكون فيريا مصدومة من اللي هي شايفاه. فبتعرف رافينا إن جسمها بس هو اللي مات، بس روحها استخبت جوه المراية وكانت مستنية الوقت المناسب علشان تخرج. وبتطلب منها إن هما يتحدوا مع بعض، وده علشان يحكموا الأرض ويدمروا مملكة سنو وايت. وبنروح لإيريك اللي بيكون راح ينقذ سارة من مملكة الشمال، وكمان يدمر المراية قبل ما رافينا ترجع، لكنه ما بيبقاش عارف أصلا إنها خلاص رجعت. وفي نفس الوقت بتكون رافينا بتحكم المملكة، وبتكون فرضت سيطرتها بالعافية على كل اللي فيها. فبيدخل إيريك من الشباك وبيصوب بسهم على فيريا، ولكن بتمسك رافينا السهم على آخر لحظة. فبيتصدم إيريك إن رافينا رجعت للحياة من تاني. وفي نفس الوقت بتحاول سارة إنها تموت فيريا، وساعتها بتتصدم فيريا من خيانة سارة ليها، وبتأمر الحراس إن هم يقبضوا عليهم هما الاتنين ويقتلوهم. وبالفعل بيجيبوا إيريك وسارة وهما مربوطين بجنزير حديد، وده علشان يخلصوا عليهم قدام الناس ويبقوا عبرة لأي حد يفكر إنه يحب، لأن الحب شيء مستحيل في مملكة الشمال، وجريمة عقوبتها الإعدام. وفي الوقت ده بيكون تال هو المسؤول عن تنفيذ حكم الإعدام عليهم. ولما بيشوف حب سارة وإيريك لبعض بيتأثر جدا، فبيدمر الجنزير الحديد بدل ما يخلص عليهم. وساعتها بتتعصب رافينا وبتخرج سحرها الأسود علشان تموت جنود فيريا، ولكن في لحظتها بتوقفها فيريا، وبتبني وقتها ما بينها وبينهم جدار كبير من التلج. فبيقول إيريك لسارة إن هم
هما لازم يدمروا المراية قبل ما تحصل كارثة، وبيتصالحوا بعدها على جدار التلج. وفي نفس الوقت ده بتقول رافينا لأختها الصغيرة إن مشاعرها لسه بتتحكم فيها، وده اللي هيكون سبب في موتها دلوقتي. وبتقع بلسانها وبتعترف إن هي اللي سيطرت على جوزها في الماضي، وده علشان يخلص على طفلتهم، ودمرت حياتها بالكامل. وده لأن بنت فيريا كانت هتبقى أجمل بنت على الأرض لما تكبر، وده بالتأكيد هيضعف قوة الملكة رافينا، واللي معتمدة في قوتها أصلا على جمالها. فبتنهار فيريا من اللي بتسمعه، بس رافينا بتغدر بيها وبتضربها بالسهم في إيديها، وده اللي بيخلي جدار التلج ينهار. وبيساعد إيريك وسارة إن هم يوصلوا للمراية، وساعتها بيدخل جنود فيريا في حرب مع رافينا لحد ما رافينا بتقدر تصدهم وبتموت أختها فيريا، وده عن طريق إنها بتطعنها في بطنها. وبيدخل إيريك وقتها علشان يدمر المراية، وبتساعده فيريا قبل ما تموت لحد لما بينجح إنه بيضرب المراية بالسيف اللي معاه، وساعتها بتدمر المراية بالكامل وكمان معها رافينا. وفي نفس الوقت بتكون فيريا كمان ماتت بالضربة اللي هي أخدتها، وبعدها بيتفك التلج اللي على الأرض، وبيبقوا الجنود أحرار وبيقدروا يعيشوا حياتهم بحرية زي ما هم عايزين، بعيدا عن شر الأختين رافينا وفيريا. وبيخلص الفيلم على كده. ولو عجبك فيلمنا ما تنساش تشترك عندنا، وسلام.